السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. النهاردة هناخد أول درس في مادة التاريخ الترم التاني، وهو درس ثورة 23 يوليو 1952. أي ثورة لازم عشان أعرفها وأعرف كل حاجة خاصة بيها لازم أدرس عوامل قيامها، أدرس أهدافها، إيه الأحداث اللي حصلت فيها والنتائج بتاعتها أو إيه إنجازاتها. فأول حاجة إن شاء الله هناخدها نتكلم الأول عن الضباط الأحرار. إيه هم الضباط الأحرار؟ دول مجموعة من الضباط موجودين في الجيش المصري، اتفقوا مع بعض إن هم لازم يحرروا مصر من المستعمر اللي هو الاحتلال البريطاني، وابتدوا مع بعض يعملوا تنظيم سري عشان محدش طبعا يعرف، لأن طبعا الحكومة البريطانية لو عرفت حاجة زي كده هتهاجمهم، إنما هم عملوه سري. والمجموعة ديّة كانت القائد بتاعهم هو جمال عبد الناصر اللي أصبح رئيسًا للبلاد فيما بعد. أول حاجة هندرسها عوامل قيام ثورة 23 يوليو 1952، يعني إيه الأسباب اللي خلّى الثورة دي تقوم، وإن الضباط الأحرار يعملوا تنظيم عشان يقضوا على الاحتلال البريطاني. كان أول سبب هو استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. وإحنا عرفنا طبعًا الترم اللي فات معاهدة 36 اللي كانت بين بريطانيا ومصطفى النحاس متمثل في حكومة مصر. للأسف المعاهدة ديّة ما حققتش آآ الاستقلال الحقيقي لمصر، لإن طبعًا إحنا عرفنا قوات الاحتلال البريطاني حاصرت قصر عابدين، وأجبرت الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسًا للحكومة. تاني حاجة من ضمن العوامل قيام ثورة 23 يوليو هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. حاول الجيش المصري إنه يساعد دولة فلسطين إنها تتحرر من إسرائيل، ولكن للأسف انهزم الجيش المصري في حرب فلسطين، وده لسببين. أول حاجة إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانوا بيدعموا إسرائيل وبيساعدوها، والجيش المصري تاني حاجة ما كانش مستعد عسكريًا للحرب. تالت حاجة من ضمن عوامل قيام ثورة 23 يوليو هي فساد النظام الملكي، لإن الملك فاروق في الوقت ده كان مستبد بالحكم، وانتشرت الرشاوي زي ما حصلت في صفقة الأسلحة الفاسدة. بعد كده العامل الرابع هو عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، إن الشعب المصري خضع للاحتلال البريطاني، وفي فساد في النظام الملكي وفساد في الأحزاب السياسية، وزادت الأطماع والصراع عشان كل واحد عايز يوصل للحكم. خامس حاجة طبعًا تدهور الحياة الاقتصادية لمصر، ده أدّى التدهور طبعًا ده أدّى توقيع معاهدة 36 جعل مصر ميدان للمعارك الحرب العالمية التانية، وإحنا فاكرين إن بريطانيا اتفقت في المعاهدة إن هي مصر توفّر مواردها وأراضيها لمصلحة بريطانيا أثناء حروب بريطانيا نفسها مع دول أخرى، وده طبعًا أدّى إلى إرهاق الاقتصاد المصري وزيادة معاناة أفراد الشعب. عشان كده ده من ضمن أسباب قيام ثورة 23 يوليو هو تدهور الحياة الاقتصادية. آخر حاجة سوء الأحوال الاجتماعية، طبعًا بسبب الصراعات السياسية بين الأحزاب أدِّت لعدم وجود سياسة واضحة للإصلاح الاجتماعي، ما فيش سياسة واضحة، وظهرت ظاهرة الإقطاع اللي هو سوء توزيع ملكية الأرض الزراعية، وده جعل فئة صغيرة من الناس تملك وتستبد، وده أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر والجهل والمرض. يبقى أنا عندي عوامل قيام ثورة 23 يوليو، شرحنا كل عامل بالتفصيل. لو قلناهم مع بعض هنقول هو أول حاجة استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. 2 هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. 3 فساد النظام الملكي. 4 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 5 تدهور الحياة الاقتصادية لمصر.
6 سوء الأحوال الاجتماعية. بعد كده هناخد أهداف ثورة 23 يوليو 1952. أي ثورة عشان تقوم ليها هدف. في ثورة 23 يوليو عشان تبقى سهل عليك تحفظها، هتكتب القضاء على 3 وإقامة 3 حاجات. القضاء على إيه؟ تقول القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. أما هتقول إقامة إيه؟ إقامة جيش وطني قوي، عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. يبقى أهداف ثورة 23 يوليو: القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. نيجي بعد كده لأحداث ثورة 23 يوليو. إيه اللي حصل في هذه الثورة؟ في صباح يوم 23 يوليو 1952 اتحرك الضباط الأحرار وسيطروا على مواقع مهمة جدا، وأول موقع سيطروا عليه هو القاهرة، وبعد كده الإسكندرية، وأصبحت القاهرة بأكملها تحت سيطرة قوات الثورة. وأهم حاجة سيطروا عليها برضو اللي هو دار الإذاعة المصرية. ليه؟ علشان طبعا إنه يذيعوا فيه أي بيان رسمي من الضباط الأحرار. وفعلا في الساعة 7:30 صباحا في 23 يوليو 1952 أذيع أول بيان للثورة من دار الإذاعة المصرية، وكان البيان ده باسم اللواء محمد نجيب، وده طبعا من الضباط الأحرار، وده كان القائد العام للقوات المسلحة. واللي أذاع البيان هو محمد أنور السادات. وهذا البيان أصبح فعلا، بهذا البيان أصبحت مصر مسيطرة على جميع قطاعات الجيش المصري. وثورة 23 يوليو في أحداثها أو أثناء هذه الثورة اللي كان ماسك حكم مصر هو مين؟ الملك فاروق. فالضباط الأحرار عرضوا مطالبهم على الملك فاروق. أول حاجة طلبوا منه التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني، وكان هو ساعتها طفل، ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو 1952. يبقى طلبوا منه حاجتين: إنه هو يتنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني، وتاني حاجة إنه يغادر البلاد ويمشي الساعة 6 مساء، وكان يوم 26 يوليو 1952. وفعلا الملك فاروق وافق على إنه يغادر البلاد هو وأسرته قبل الموعد اللي هم حددوه. ليه؟ طبعا لو يجي يقول لك بما تفسر: وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد وهو وأسرته قبل الموعد الذي تم تحديده. بما تفسر ليه؟ لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه، بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه. طبعا هو فهم أن الجيش والشعب مش عايزينه أصلا يحكم. وتاني حاجة أن إنجلترا اتخلت عن الملك فاروق. وفي جزئية في الدرس لازم نعرفها، وهي إن كان في رأيين حول أهمية ثورة 23 يوليو. فبيقول لي: اختلفت الكتابات وتعددت الآراء حول ثورة 23 يوليو. هنلاقي في رأيين. في رأي شايف إن ثورة 23 يوليو مهمة. ليه؟ لأنها ساعدت الحركات اللي هي التحررية على إنهم يطالبوا بالاستقلال، لأن في الوقت ده كانت معظم الدول العربية محتلة. فلما قامت ثورة 23 يوليو ادت دفعة إيجابية للدول ديت، بإن هي يقوم عندها ثورات ضد الاحتلال أو المستعمر اللي عندها. فبالتالي يبقى الرأي الأولاني كانوا يروا إن ثورة 23 يوليو مهمة عشان ساعدت الحركات التحررية على إنهم يطالبوا بالاستقلال. تاني حاجة، شاركوا في تأسيس اللي هي ثورة 23 يوليو القادة بتوعها شاركوا في تأسيس حركات دولية. يعني إيه حركات دولية؟ زي حركة عدم الانحياز والحياد. حركة عدم الانحياز والحياد لما مصر ابتدت فعلا تستقل عن الاحتلال ويكون لها شخصية مستقلة، فكان العالم
منقسم لقسمين، قسم كان مع الولايات المتحدة الأمريكية وقسم مع الاتحاد السوفيتي، لكن قادة الثورة اختارت إنها تتعامل مع القسمين عادي، يعني تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية عادي وتتعامل مع الاتحاد السوفيتي بدون أي عداء. الرأي التاني من المؤرخين بيقول إن ثورة 23 يوليو ما بدأتش عندما تأسس تنظيم الضباط الأحرار أو لما هم سيطروا على مقرات الجيش والإذاعة المصرية. قال لك لأ، ده هي مكمل لنضال طويل للشعب المصري ضد الاحتلال. وبكده خلصنا الجزء الأول من درس ثورة 23 يوليو 1952، وإن شاء الله الجزء الثاني هناخد أهم الإنجازات لثورة 23 يوليو.